السلام عليكم. ثلاجة فيها مية قلنا جعان. هلا بالخير، هلا بالخير معانا هنا في القناة. طيب السلام عليكم. احنا معاكم هنا عشان نقول كلمتين حلوين جدا في حق الفرقتين الغلابة اللي في الدوري المصري، اللي هم الاهلي والزمالك، اللي هم ايه، أنا يا بنتي شكرا يا بنتي على ثقتك الغالية. شكرا. مبوظين الدنيا خالص في الدوري وعاملين قلق كده. طيب صلى على النبي. دلوقتي الاهلي بيحاول يجيب حكام أجانب لماتش القمة بتاع يوم 22. النهاردة كام؟ النهاردة تقريبا 8 فبراير، يعني فاضل بالظبط على المباراة 13 يوم، يعني بما يعادل إن ماتش الأهلي والزمالك الجاي هيبقى يوم الأحد أو السبت اللي بعد الجاي. طب تمام، معانا الأهلي والزمالك. طب النهاردة الساعة 6 بالظبط القيد الشتوي هيقف. مفيش قيد شتوي آخره غير السنة دي. تمام. فالاهلي بيجيب لعيبه والزمالك بيجيب لعيبه. الاهلي جاب لعيبه حلوه، جاب اهم هدفين كان بن شرقي، تمام، وجاب جريد ياشار، وجاب كمان لاعب كمان معاهم. خلصنا. والاهلي حاليا بيجيب لاعب كمان عشان يبقى نهى الدنيا كده حلو خالص لحد الساعه 6، يعني فاضل بالظبط ساعه ونص. تمام. الاهلي بقى، يعني احنا عشان بس يبقى فاهمينها ان الاهلي بيجيب لعبه كويسه. طب والزمالك النهارده بيجيب لاعب قوي جدا بعد الفوز اللي حصل امبارح ده. لا، الزمالك كان محتاج وينج. خاطر الجون ده محتاج حد، انت معاك محتاج حد جامد. انت معاك شلبي مش عامل حاجه ولا يعمل حاجه، لكن انت محتاج حد كويس. تمام. فالزمالك بيحب يجي واحد اسمه احمد الجفاري ده لاعب كويس والدنيا شغاله كويس معاه. اللاعب ده في الاتحاد المنستيري والجمهور قالب عليه الدنيا عشان عايزين اللاعب ده معاه في الفرقه. هنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه. السلام عليكم.